عليكم. وحشتوني. الحلقه دي هتكون سريعه. الطلب ده طلبته آية محمد وروان عبده، الاثنين طلبوه طلبوا عايزين ياكلوا الليمون في خلال اسبوع. الليمون المعصفر بالليمون معصفر، الليمون، الجزر، الفلفل، وهنحط عليهم شويه زيتون كمان. خلاص. وطبعا عندنا هنا ادي الاصفر، حبه البركه، والملح. نشوف دلوقتي الخلطه هنعملها ازاي عشان نبتدي. بس احنا حطينا الميه تغلي على البوتاجاز ونرجع لبعض تاني. اوكي. انا الليمون والفلفل خلصته. عملت ازاي؟ عايزكم بس تعملوا كده. شوفوا انا هعمل ازاي. اهي بدخل السن كده. خلاص. الليمونه التانيه قبل ما ننزلهم الميه. خلاص. والفلفل اهو، شايفين كده وكده. ادي والجزر قطعته بالطريقه دي. كويس. طيب خليكم معايا. هنعمل الخلطه بسرعه ونخلي بالنا كويس جدا. خلاص. هنا جزرتين بشرتهم، حطيتهم كده. اوكي. وهنا 5 معالق ملح. هتقولي كل ده يا محمد هتحطه على الجزر والفلفل والليمون ب5 معالق ملح بس؟ ايوه، لاني انا عاصر الليمون. شوفوا قد ايه انا بعمله بالليمون مش بالميه، عشان كده بيطلع كانه بالظبط دهن موجود. لازم كده. وبعدين احط ادي العصفر اهو، انا بحب اكتر بالعصفر. وادي حبه البركه. طبعا الكوبايات دي كلها عندنا نص كوبايه اهي. وهنا طبعا نيجي هنا. ايه ده بقى؟ ده هنا عندي توم مطحون بالجنزبيل اهو. توم مطحون بالجنزبيل. وهحط هنا هنا وعندي هنا اهم شيء الخلطه. ها. وعندي هنا ادي شويه زيت زيتون. بالظبط كوبايه. خلاص. خليكم معايا. واحنا دلوقتي هنبتدي نقلب. اهي الخلطه بتاعتنا اللي عملناها اهي. وهنحط بقى ايه حاجه مهمه دلوقتي. خليكم معايا. الجزر والملح. الخلطه اهي اهي. اوكي. خليكم معايا عشان تبقوا على علم. شايفين ده هنا؟ دول ايه؟ كركم اهو. حبيت احطها قدامكم. وبرضو اقلبها اهي. تمام كده. تمام. الليمون فين؟ الليمون حطيته على النار. اوكي. يلا اهو. نيجي هنا الليمون. ادي الليمون حطيته على النار. يلا خليكم معايا. نيجي بقى لمسك الختام. دي هريسه شطه ومش شطه حاميه. اوكي. يعني شويه. هحط معلقه كبيره ومعلقه كبيره تانيه. تمام كده. هقلبها. يبقى انا عملت كل اللي انا عايزه. عرفتوا الخلطه بتاعته اللي انا بعملها بتتعمل ازاي؟ وارجع لكم تاني. خليكم معايا. الحته دي مهمه جدا. الليمون عندي اتغير لونه
زائد الفتحه اللي احنا عملناها بالسكينه طلعت لبره كده، يبقى الليمون استوى. هشيله وارجع لكم تاني، خليكم معايا. كده انا شلت الليمون، هنزل بالجزر في ميه الليمون، وبعدين الميه بتاعت الليمون دي انا هحتاجها برضو، اوكي؟ او هنحتاج منها شويه صغيره، خليكم معايا. ملحوظه، الليمون ده ما قربلوش الا ما يبرد خالص، يبرد اوكي، وابتدي اشتغل، لكن وهو كده لا. خلاص، خليكم معايا. الجزر يا جماعه خد 10 دقايق، كفايه قوي عليه. اوكي، طلع الجزر وارجع لكم على طول. الجزر طلع، هنزل بالفلفل ده اللي هياخد اقل وقت فيهم. اوكي، يعني الفلفل ده مش هياخد اكتر من حوالي مثلا 4 دقايق 5 دقايق، خليكم معايا. دلوقتي الجزر طلع خلاص، يبقى انا هعمل ايه؟ شايفين شويه الخل قد ايه؟ معلقتين هحطهم على الجزر، واحط عليه شويه زيت زيتون. هتقول لي ليه يا محمد؟ هقول لك حالا. لان الجزر لما بيتساب بيسمر بعد ما يتسلق، فاحنا دلوقتي عملنا فيه كده عشان نقول له انت مش هتسمر. اوكي، خليكم معايا. كده 5 دقايق، لان لقيت الميه اخرها بتغلي، يبقى كده 5 دقايق مظبوط. هنشيل طبعا الفلفل وارجع لكم تاني. كده هسيب كل حاجه تبرد، الليمون، الجزر، الفلفل، والخلطه بتاعتنا اللي تجنن معانا، خليه. اوكي، وارجع لكم تاني. نسيت اقول لكم حاجه على فكره، هيحلي الطعم اكتر. شويه زيتون لقيتهم عندي، انا طبعا مخليهم بس صفيت الميه بتاعتهم وكل حاجه، بس هضيفهم على، وده غسل وكل حاجه، بس هضيفهم على الليمون والجزر والفلفل. خليكم معايا. السلام عليكم. في طبعا حبايبنا اللي هم باعتين، دعاء محمد، تبارك ابراهيم، الحاجه ام عصام، انسه مريم عادل، الكابتن سليم طه، الكابتن يوسف شادي، ودول برضو نفس الحكايه، بيحبوا المخلل جدا وباعتين عشان برضو الطريقه. واحنا مع بعض على الجزر اهو من امبارح لونه زي ما هو، زي ما قلنا بالظبط. هنبتدي نعمل ازاي؟ في الاول على طول ابتدي الخلطه بتاعتي هاخد منها كده وانزل هنا وانزل تحت كده، وابتدي الليمون، خليكم معايا، وابتدي هنا الليمون من الفتحه اللي انا عملتها، بكمل يمين وبكمل شمال، وباخد وانزل ارص، باخد تاني كده، وانزل ارص رصه وارجع لكم. دي اول رصه بتبقى بالطريقه دي كده. خلاص، هنروح ضايفين بقى فوق الرصه دي، هنحط جزر، وش كده جزر، تمام، ووش مش كتير فلفل، كلام سليم كده، ونحط هنا عليهم شويه كمان من هنا، وابتدي اكرر الليمون تاني. خليكم معايا. كده عملنا دور ليمون تاني بالمنظر ده. هبتدي بقى هنا اعمل ايه؟ هنزل بشويه زيتون كده، خلي دول خلاص، شويه جزر،
شوية فلفل، شوية من الخلطة، ونعمل دور تاني وارجع لكم. وهنا عملنا اخر حاجة في الليمون. هبتدي انزل بالجزر اللي عندي، اجيسه تحت كده شوية، وشوية الزيتون اللي باقيين، وشوية الجزر تاني، ونقفل فوق بالفلفل. نقفل بالفلفل كده، وناخد شوية من هنا ونحطهم كده، وخليكم معايا قبل اي حاجة. هنا ده الليمون اللي انا عصره، هنزل كده وهقلب اللي موجودين هنا، وهقلب بقية الخلطة. كلام سليم، خليكم معايا. هحط عليها نص كوباية خل. كلام سليم. وهجيب هنا الليمون بتاعي وابتدي، ده في الاول استنى عليه لان هو بيريح تحت، واجيب بقية الليمون كده. بقى هتطلع عاملة زي الزبدة، فاهميني؟ تمام. بسم الله، الله اكبر. تمام. طيب دقيقة واحدة، خليكم معايا ونعمل كده عشان نفرغ كله كده، وتاني وتاني كده، وتاني هنا كده. ضمنت ان الليمون نزل زي ما انتم شايفين كده، عشان اقدر احط عليه من فوق الزيت ده كده، عشان طبعا نمنع العفونة اي حاجة. حطينا الزيت، ونقفل. واقول لكم كل متابعيني الف هنا وشفا، واللي تحبوه اطلبوه، وكل سنة وانتم طيبين، في امان الله، ولا اله الا الله.